السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا كالعادة. النهاردة هنعمل مع بعض عزومة حلوة قوي فيها اصناف رائعة زي ما انتم شايفين. العزومة دي هنعملها في اقل وقت ممكن. هنعمل العزومة بتاعتنا في اقل من نص ساعة. متعودين مني عمري ابدا ما بقول لكم كلام كذب او بحط عناوين مش حقيقية. اي حاجة بقولها بتكون حقيقية. النهاردة هنعمل العزومة الرائعة دي في اقل من نص ساعة. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. وما تنسوش عايزين نكمل ال10,000 مشترك. اشتركوا من تليفونات ولادكم، ابعتوا اللينك لاصحابكم، القناة هتكبر بيكم ومعاكم. يلا بينا بقى نبتدي العزومة الجامدة دي ونشوف ازاي عملناها في اقل من نص ساعة. اول حاجة معايا فرختين زي ما انتم شايفين مغسولين كويس جدا ومتصفيين من المية. معايا 4 معالق كبار من الصلصة، معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، معلقة كبيرة من الكاري، نص معلقة صغيرة من الحبهان البودر، ومعايا ورق لورا. أسهل تتبيلة ممكن تعملوها وطعمها رائع جدا جدا. ولا هنشغل كبة ولا هنقشر توم. حاجة بسيطة جدا، مجرد توابل هنحطها على الصلصة وهنتبل بيها الفراخ زي ما انتم شايفين كده. فوق الصلصة بتاعتنا نزلنا بالملح، بعد كده نزلنا بالبابريكا المدخنة ليها طعم يجنن وموجودة دلوقتي عند أي عطار، والكاري والفلفل الأسمر والحبهان البودر. هقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين. بعد ما قلبناهم هبتدي انزل على الفراخ بتاعتنا كويس جدا. طبعا قبل ما ابتدي ان انا اتبلهم جبت كيس حراري وحطيته في صينية وخليته جاهز عشان بعد ما اتبل الفراخ بتاعتي احطها في الكيس الحراري على طول. هنا فوق الفراخ هبتدي انزل بالتتبيله، واخد التتبيله دي وادعك الفراخ من جوه ومن بره، ولو اتبقى تتبيله هدخلها جوه بطن الفرخه. زي ما انتم شايفين تبلتها كويس جدا، وبعد كده حطيتها في الكيس الحراري اللي هو بجد اختراع وبيوفر وقت كبير جدا وبيوفر مواعين كتير. وقفلته زي ما انتم شايفين كده وطلعت الهواء، وابتديت احط ميه مغليه في الصينيه وهدخلهم الفرن لحد ما يستووا. ودي حاجة بتسهل جدا في العزومات وبتطلع لك الحاجة طعمها رائع. الكيس الحراري بيوفر وقت كبير جدا جدا. خلاص كده خلصنا الفراخ بتاعتنا. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل قطايف. زي ما انتم شايفين قطايف طازة وتحفة. الخلطة اللي انتم شايفينها دي عبارة عن بسطرمة، جبنة رومي، فلفل كوبي، جبنة موتزاريلا. تمام. سهلة جدا جدا وبسيطة، وعلى فكرة ممكن تعمليها من بالليل وتسيبيها في التلاجة مش هيجرى لها اي حاجة. هبتدي اخد القطايف بتاعتي وتكون طازة وهبتدي ان انا احشيها. الحشوة دي ممكن نعمل منها سمبوسة. ممكن نعمل على فكرة صينية جلاش بنفس الحشوة دي. هقول لكم الحشوة عبارة عن ايه. بسطرمة، جبنة رومي مبشورة، جبنة موتزاريلا، وفلفل اخضر متقطع مربعات زي ما انتم شايفين. وقفلنا القطايف، حطينا حشوة حلوة قوي 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 وتحفة وطعمها جميل قوي قوي. الطريقة اللي انا عملت بيها الفراخ، التتبيلة السهلة جدا اللي طعمها يجنن وحلوة قوي قوي، ممكن تعمليها في بط، ممكن تعمليها في فخدة رومي، في اي حاجة هتطلع طعمها حلو جدا جدا. وهوريكم شكل الفراخ في الاخر حلو قوي قوي. بيوفر وقت، بيوفر ان انا اجيب حله كبيره واحط فيها الفراخ واشوفها استوت لا ما استوتش، وبعد كده اطلعها واحمرها. ده كله بياخد وقت كبير جدا وبياخد مواعين كتير قوي قوي. في افكار كتير قوي يا بنات ممكن تسهل عليكم وتطلع لكم الحاجه تحفه جدا جدا. الكيس الحراري ده انا اتكلمت فيه كتير قوي قوي. الكيس الحراري ده بينجز لك حاجات كتير جدا. بيطلع لك الحاجه مستويه جدا. التتبيله بتاعتك بتستوى من ميه الفرخه فبيطلع طعمها تحفه. انك تقفلي الكيس عليهم ويستووا من الحراره، ده بيخلي طعمهم حلو قوي قوي. ده غير انه بيوفر لك مواعين كتير جدا، وبيوفر لك ان بيخلي لك البوتاجاز نظيف جدا. انا حشيت القطايف كلها زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم ممكن تحشوها من بالليل، ولو ما فيش قطايف ممكن انكم تجيبوا السمبوسه. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل مكرونه بشاميل. دي مكرونه ومسلوقه، وطبعا انتوا عارفين هي بتتسلق ازاي. وعندي البشاميل اللي انا شايلاه في الفريزر جاهز. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. في ناس من
التخزينات بتتريق عليها، لا التخزينات ممتازه. بصوا عندي لحمه معصجه اللي هي حطيت عليها الجزر جاهزه مطلعاها من الفريزر، عندي البشاميل اللي جاهز مطلعاه من الفريزر. كل اللي عملته اني سلقت المكرونه. مش انا قلت لكم ان العزومه في اقل من نص ساعه؟ والله انا ما خدتش وقت خالص في العزومه دي، وكانت سهله جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. كل حاجه موجوده وكل حاجه سهله. كل ما عليا طلعت البشاميل فك دفيته على النار، والمكرونه سلقتها والحشوه كمان جاهزه، عشان تعرفوا ان التخزينات مهمة جدا جدا جدا. هقلب كويس جدا المكرونة بتاعتي، حطيت عليها حبة من البشاميل وحبة من الفلفل الاسمر وحبة من الملح، وقلبتها كويس جدا. عايزة البشاميل كله يدخل فيها. بصوا اهو الملح اللي لسه هحطه، واحط الفلفل الاسمر، وهقلبهم بقى كويس جدا كده بحبة بشاميل، واخلي بقى باقي البشاميل من وش فوق المكرونة من على الوش. والله يا بنات التخزينات بتوفر لكم وقت كتير جدا، بتوفر مواعين، بتوفر تشغيل كبة، بتخليكي تعملي عزومة طويلة عريضة ما تاخدش معاكي تلت ساعة نص ساعة. عشان كده انا بقول لكم العزومة دي عملتها في اقل من نص ساعة. فكرة انك تتبلي الفراخ وتحطيها في كيس حراري وتدخليها الفرن، الموضوع انتهى خلاص. ولا بقى هجيب حلة كبيرة، ولا الحلة هتقعد تكب على البوتاجاز، ولا الحاجات القديمة اللي كانت بجد متعبة جدا جدا. فكرة ان البشاميل عندي، الحشوات عندي، ده بيسهل وقت كبير قوي قوي، خصوصا لو انتي عندك عدد اسرة وبتعملي حاجات كتير، فده بيوفر عليكي كتير قوي الوقفة في المطبخ. جبت الطاجن البايركس وهبتدي اعمل اول حاجة الطاجن بتاعي. هنزل كمية من المكرونة. على فكرة العزومة دي من رمضان، بس انا زي ما قلت لكم كنت تعبانة جدا جدا بعد رمضان، فما كنتش قادرة ان انا اعمل مونتاج. حتى تلاحظوا ان انا عاملة فيها القطايف طازة. بس الصراحة عشان العزومة حلوة جدا قلت لازم انزلها لكم. حطينا طبقة من المكرونة زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبتدي ان انا احط طبقة من الحشوة. العصاج اللي بالجزر تحفة جدا وحلو قوي قوي قوي. شايفين الجزر؟ بصوا مديله حتى لون حلو قوي. طول ما الحشوات عندك جاهزة تقدري تعملي جلاش وانتي سريع جدا. ممكن تعملي مكرونات، ممكن تعملي الاكل مش هياخد معاكي وقت خالص. يعني انتي لو طلعتي بس الحشوات دي من بالليل وعندك بشاميل جاهز، وطبعا انا البشاميل اللي كنت عاملاه لما عملت الزبدة، عشان بس تكونوا فاكرين المية اللي طلعت من الزبدة احنا عملنا منها البشاميل. اللي متابع معايا وموجود عارف كويس جدا بقى عندي كمية بشاميل حلوة قوي قوي من الزبدة. حطيت زي ما انتوا شايفين كده طبقة من اللحمة المفرومة او العصاج، وهبتدي انزل طبقة من المكرونة. وبعد كده هنزل بطبقة من البشاميل. اهم بقى شيء الطبقه اللي من فوق ده. بصوا البشاميل بتاعي كريمي كده. لو البشاميل خفيف قوي هيقع بين المكرونه وينزل تحت، لكن لما يبقى ماسك نفسه كده هيبقى يتحط كده من على الوش ويثبت. وبجد كانت المكرونه تجنن، تحفه حلوه جدا جدا. حطينا طبق بشاميل حلوه جدا. وعلى فكره طول ما البشاميل تقيل كده مش لازم ان احنا نحط جبنه. انا استكفيت صراحه بالبشاميل وما حطيتش جبنه، جبنه موتزاريلا. خلاص خلصنا الطاجن البايركس. هنعمل بقى ايه؟ البرامات الفخار دي على فكرة طلعت تحفة تحفة تحفة. وممكن على فكرة تجيبوا منها كمية وتحطوا
قدام كل واحد الطاجن بتاعه جميلة جدا ولذيذة وحلوة قوي، والحجم ده تحفة، حلو جدا جدا. هنحط برضو طبقة من المكرونة من تحت. تجنن الطواجن دي، حلوة قوي قوي. ترتيب الوقت، تنظيم الوقت، التجهيزات اللي بنحطها في الفريزر، كل الحاجات دي بتفرق معانا يا جماعة. الحاجات دي بتوفر لنا وقت كبير جدا جدا. بعد كده احط بقى طبقة من اللحمة المفرومة. العزومة دي عزومة اختي، وكنت بعملها بكل حب. كنت مبسوطة جدا جدا لان لينا كتير قوي ما شفناش بعض. الدنيا صعبة قوي، ودلوقتي خلاص بقى كله مشغول بشغله وبحياته بالنوادي بالتمارين. فعشان نتجمع ونشوف بعض يعني بقى صعب قوي قوي غير زمان. لازم بقى نقعد نرتب في اليوم ونحضر له. فكان لينا كتير ما شفناش بعض، كنت مبسوطة قوي قوي انها جاية. والحاجة لما بقى تتعمل بحب تطلع طعمها يجنن. العزومة دي كانت في حتة تانية، وطعم الحاجة كان تحفة تحفة، حلو قوي قوي. دايما يا رب متجمعين، ودايما آه ربنا دايما يخلينا لبعض، وما نتفرق ما نتفرق ابدا 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 يا رب، اللهم امين. وحطينا بقى الطبقة التانية من المكرونة. خصوصا كمان بعد ما بابا توفى الله يرحمه، تحس كده لما تشوف حد من اخواتك كأنه في ريحة. يعني احس ان بابا موجود معانا، احس كده بروح بابا موجود معانا دايما، يبقى في بالي حتى وانا قاعده بتكلم هو في بالي. وعارفه انه مبسوط قوي ان احنا قاعدين مع بعض، عارفه ان هو سعيد قوي ان احنا معزومين عند بعض. فبجد بجد ربنا يبارك يا رب في كل الاخوات، وما يحرمهم من بعض ابدا ابدا ابدا. ويرحمك يا بابا يا حبيبي، ويغفر لك ويرزقك الفردوس الاعلى. وبعد بقى ما حطينا طبقه المكرونه، هنحط طبقه البشاميل. عايزه اقول لكم انها كانت عزومه سهله على قلبي وبسيطه، وسبحان الله يعني ما تعبتش فيها خالص. كل ما يكون كل حاجتك جاهزه، كل ما تكون تقدري تعملي عزومه، تقدري تفنني، تقدري تكتري في الاصناف. ده هيفرق كتير قوي قوي معاكي. اهو الطواجن تحفه تحفه تحفه، جميله جدا جدا. يبقى كده خلصنا القطايف، عملنا مكرونه بشاميل. والفراخ بتاعتنا في الفرن، في اسهل من كده؟ اسمعوا بس انتوا الكلام وخزنوا، وحياتكم هتبقى في حته تانية بجد. بصوا عملت كمان طاجنين صغننين للولاد، حلوة قوي قوي. مرضتش ان انا الصراحه ادخلهم الفرن على طول، قلت هستنى شويه عشان يطلعوا على الفطار يكونوا سخنين. بس جهزتهم زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى لما دخلتهم الفرن دخلتهم تحت الشوايه، والفرن كده كده كانت شغاله من تحت. هسيبهم بقى ياخدوا اللون الذهبي التحفه. هنا بقى انا هعمل ملوخيه خضراء. بصوا الملوخيه الخضراء، طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا بفرزنها في اطباق وبطلعها وهي متلجه، اضربها في الكبه تبقى زي الدقيق، وهي طالعه من التلاجة تخش الكبه تضربيها تبقى عامله زي الدقيق مطحونه. الشوربه بتغلي فيها التومه، ننزل بالملوخيه على طول، تجنن تجنن وخضراء وتحفه. وعملتها معاكم قبل كده. شايفين طبعا انا في حاجات بختصرها بقى، انتوا عارفين رمضان، وانا الحاجات دي صورتها معاكم كذا مره. الشوربه بتغلي بالتومه، بنزل بالملوخيه بتاعتي، تجنن تحفه. شايفين خضرة وجميله جدا جدا. هندخل بقى القطايف بتاعتنا علشان تستوي. المفرش السيليكون حطيته من تحت، وعلى فكره ممكن ما تحطوهوش خالص وتحطوا رشه زيت. وهحط زيت من فوق كده فوق القطايف، وهدخلها الفرن. انا يمكن كمان بقيت بقلل في الزيت في كل حاجه، منها صحيا ومنها توفير. يعني انا حاسه ان في حاجات كتير جدا بتتقلب الزيت ملهاش اي لازمه. بالعكس دي بتشرب زيت وبتتنفخ وبتبقى مش حلوه خالص. بصوا بقى هنا الفراخ، يا خبر على الجمال، يا خبر. شايفين الكيس الحراري بقى لما تقفليه كويس؟ البخار ده هو اللي هيسوي لك الفراخ وكمان هيحمرها. ودي من الحاجات الحلوه قوي اللي انا بحبها في الكيس الحراري.
خلصنا كل حاجتنا خلاص، هتطلع دلوقتي. حضرنا صينية وحطينا فيها بقدونس وطبق كمان، والعصاير بقى دي كده كده بتكون جاهزة عندي. عملنا مانجا وصوبيا، والكاسات والكوبايات كل حاجة جاهزة جدا زي ما انتوا شايفين كده. طواجن المكرونة يا خرابي على الجمال، احمرت وبقت تحفة تجنن بجد، حلوة قوي قوي. وهنا بقى بوريكم خلاص الملوخية جاهزة وازاي خضرة وحلوة جدا جدا. يبقى الفراخ خلصت، المكرونة اتحمرت، الفراخ بتاعتي خلاص كمان طلعتها بره اهي، وهبتدي افتح الكيس الحراري بقى واقدمها. وهنا خلاص قدمنا، طلعنا الفراخ وحطيناها في الصينية، رصينا القطايف والمكرونة البشاميل، والملوخية بقى هنقدمها على السفرة على طول. والعصاير زي ما انتم شايفين خلاص قدمتها. ده كان الفيديو بتاعنا، حاجة سهلة جدا وبسيطة. عملنا عزومة رائعة فيها أصناف حلوة جدا في أقل من نص ساعة. حضروا حاجتكم، جهزوا حاجتكم، هتفرق معاكم كتير قوي قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا منه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.